ندعو وندعي التوانسة كلها أكيد أنهم يدعيوا باش تبقى الجزائر محفوظة ومصانة كما عهدناها شقيقة كبرى. نحب نحيي الشعب الجزائري وجزء كبير منه جاء وشاركنا الاحتفالات رأس السنة الميلادية وعبى الوتلة والمطاعم وأدخل شيء من البهجة على تونس وتحدى كل التحذيرات اللي كما قلت بكري صنفت بلادنا منطقة حمراء. ونحب زادا نحيي الشعب الجزائري على وقوفه وقفة الرجل الواحد والمرأة الواحدة دفاعا عن الجزائر، ونشوفوا الصورة هذه والتي ولا أروع منها أنه كل الشرفات خرجت ضراب الجزائر باش يقولوا راهي الأحداث اللي صارت في بجاية وغير بجايها ماهيش باش تمس من أمن ومن سلامة ومن وحدة الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يعرف اللي اليوم أنه أسعار النفط إذا انخفض تؤثر مباشرة على الموازنات المالية لدولة الجزائر، ويعرف اللي دولته ربما من أكثر الدول اللي دلت وتدلل شعبها هي الدولة الجزائرية وقت اللي يبدأ الخير موجود. ويعرف زادة أنه الوطنية ومحبته للجزائر ما يحطهاش في مزاد السوق النفطية وما يخليهاش تتأثر بما يقع في المطابخ الأوباك وغيرها من معناها معاملات لا تخفى غاياتها وأهدافها على أحد. الجزائر اليوم تبقى بلاد وحدة عاشت ما يسمى بكذبة الربيع العربي وعرفت الوجيعة وقدمت الضحايا 250 ألف وخسرت عدد كبير من كفاءاتها. كان يحكي عليهم بكري حسن اللي هاجروا لأوروبا، حكي على المهندسين، إعلاميين، مفكرين، مثقفين، أطباء. لا أنسى أبدا أنني نهار قابلت زوز جزائرية كوب الأطباء في السنوات 95 يخدموا في مصحة في تونس ب 400 ألف كل واحد، وهما أطباء اختصاص لأنه يعني الحاجة وقتها دفعتهم. دونك الجزائرية اليوم يعرفوا أكثر من أي شعب آخر أنه شو نعمل بها الزيادة إذا باش نخسر بها البلاد. هذه الجزائري وهذه الجزائر اللي نحبوها تحافظ على تماسكها، وإذا عندها خلافات تحلها بالطرق اللي معناها متنجم كان تقدم بالجزائر. الجزائري المعروف بالنيف ومعروف بالشجاعة ومعروف زادة بالقلب الكبير. كل تقابل جزائري في الجزائر ولا خارج الجزائر تلقى الجزائر في قلبه. هذه حبيت نحكيه ونحيي الشعب هذايا، وديما ذكر الجزائر أنه نرتفوا بصفة ما أدراك ما الجزائر، لأنه تاريخها وحضرها ما ينجم يكون كان كبير إذا الجزائرية يفهموا قيمة المرحلة الهامة اللي قاعدين يعيشوا فيها وما يخلوش بلادهم مفتوحة لرياح الأعداء ولرياح الفتن. باش نختم بحكاية قديمة شوية لكن تعطيكش معناها العقلية الجزائرية، وأنه كل جزائري هو شهيد حي كل ما تعلق الأمر بالدفاع عن الجزائر. حبك تسمعني يا مريم، يسمعوني الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا. عام 57 1957 جات شاحنة جاية من يوغوسلافيا هبطت لمصر ودخلت ليبيا معبية بالسلاح نتاع الديسيا اللي طيح الطيارات، وكانت تنبك الثورة في الجزائر. الحال رمضان الدنيا صيف، وصلت الحافلة لبنقردان مع المغرب بالضبط. الحافلة دخلت الصغيرات يجريوا، السائق عطشان صايم داس وليد قتلوا. فبطبيعة الحال قامت القيامة وخرجوا أهالي بنقردان وقالوا باش ننتقموا منه يقتل لنا صغيرنا. الراجل ترعب خاف عادي، قال لهم أنا قابل أنكم تنتقموا مني وتقتصوا مني وتقتلوني، حاجة بركة نطلبها منكم، شوفوا لي شوفور يوصل الكاميون هذا لثوار الجزائر راهو فيه سلاح. وقعد مع العائلة وحكى معاهم. سمعت أم الوليد الحكاية قامت بسته قالت له توا أنا تبرعت بولدي للجزائر، ولدي شهيد من شهداء الجزائر. تعشى شرب كاس الماء وهز الكاميون نتاعو وكمل ثنيته للجزائر. وقت يوصل للجزائر في 57 بك المدافع هذيك طيحوا بعض الطيارات الفرنسويه، ومن بعد فرنسا انتقمت من تونس وكانت الضربه تاع سقيط سيدي يوسف. دونك هذه الجزائر، هذه جزائر الساحقات الماحقات
كما يقول النشيد الرسمي والوطني نتاع الجزائر اللي نحييها ونسمعوا شويه منه. شكرا لك لطفي، وتحية لكل أخواننا الجزائريين.